ازيكم حبايبي؟ ايه الاخبار؟ انا دينا هعمل معاكم النهارده تورته عيد ميلاد بطريقه سهله وبسيطه جدا، خصوصا للمبتدئين اللي اول مره يعملوا تورته. مش هيلاقوا اي تعقيدات من يجربوا الطريقه دي، وكمان اوفر بمراحل من اللي بنشتريها من بره. انا هعمل النهارده تورته فور سيزون باربع صوصات مختلفين. طبعا مش لازم كل الصوصات دي، كل واحد بالمتوفر عنده في البيت. يعني لو في صوص شوكولاته بس ممكن تستخدمه عادي، او كراميل او لوتس. التورته دي انا عملتها بنص كيلو دقيق اسبونج، بجيبه جاهز من عند العطار. هو بيبقى جاي بكل الاضافات بتاعته، مش بضيف له اي حاجه. وطبعا هنا نص كيلو دقيق الاسبونج هياخد معايا 6 بيضات. طبعا لو هعمل كميه اكبر، مثلا هعمل تورتتين بكيلو دقيق اسبونج، هيبقى احتاج 12 بيضه، وهكذا. هنا جيت في البوله بتاعه العجان، نزلت ب6 بيضات، وحطيت عليهم نص كوبايه ميه ونص كيلو دقيق الاسبونج، وهضيف رشه فانيليا عشان البيض. وطبعا لزيادة التأكيد ممكن انزل عليهم بمعلقة صغيرة بيكنج باودر. وهشغل العجان على المقادير وهسيبهم يضربوا كويس لحد ما يبقوا كريمي كده ويعملوا فوم. انا استخدمت صينية مقاس 22 وبطنتها بورق زبدة من تحت، وهنزل فيها بالكيك بتاعنا، وهخبط الصينية كده خبطتين عشان تطلع الهواء اللي فيها. وهدخلها فرن مسخنينها مسبقا على درجة حرارة 180، هتاخد حوالي 50 دقيقة، او ممكن نتابعها لحد ما تاخد وش من فوق كده. ده شكل الكيك بعد ما استوى وطلع هش واسفنجي وجميل جدا. وهنا انا شلت كل الزوائد اللي مش محتاجينها من فوق ومن تحت ومن الجناب، عشان الكيك يبقى متساوي معانا ويتزين بطريقه كويسه. وهنا هبدا اقطع طبقات الكيك بتاعي. طبعا في كذا حاجه ممكن استخدمها اقطع بيها. في منشار كده بيتجاب، بيبقى مخصص للكيك، لو موجود ممكن استخدمه، ولو مش موجود ممكن استخدم اي سكينه مشرشره عادي عندي زي ما انا استخدمت كده. بس اهم حاجه خلي بالي كويس جدا وانا بقطع الطبقات عشان تطلع مظبوطه. دلوقتي هبدأ احضر الكريمة بتاعتي. انا استخدمت كوباية كريم شانتيه خام من غير اي سكر، وهضيف عليهم كوباية مية ساقعة متلجة. وعشان اعزز الطعم هنزل بمعلقتين باستري كريم، وطبعا دي خطوة اختيارية ممكن نستغنى عنهم خالص. وهنزل عليهم بمعلقتين ونص كبار سكر بودرة. انا هنا مش هزود السكر عشان هحط في حشو الكيك من جوه صوصات، عشان الموضوع ميبقاش مسكر قوي. وهشغل عليهم العجان او بالمضرب الكهربائي المتوفر عندنا عادي. هنا لقيتها لا، لسه محتاجة شوية مية كمان. اهم حاجة هنزل واحدة واحدة بالمية، منزلش مرة واحدة، لحد ما الاقيها بقت بالقوام اللي انا محتاجاه. تعمل منقار كده اما اجي ارفعها من العجان. انا كوبايه الكريم شانتيه احتجت لها بالظبط كوبايه وربع ميه متلجه، لحد ما وصلت للقوام اللي انا محتاجاه. ودلوقتي بقى هبدا في حشو الكريمه. هجيب الطاره بتاعتي، هحط فيها حته كريمه كده من تحت عشان تثبت الكيك عليها، وهبدا اسقي الكيك بتاعي. محلول التسقيه ده عباره عن شربات خفيف. جبت كوبايه ميه وحطيت عليها 4 معالق سكر، وسبتها تغلي غلوه سريعه على النار. حطيت عليها رشه فانيليا، وسبتها اما تهدى وحطيتها في الازازه دي. ودلوقتي هبدأ احط طبقات الكريمة بتاعتي، هحاول اظبطها كويس كده بالسباتولا. وهنا هستخدم في اول حشو للكيك شوكولاتة دارك خام مسيحاها على بخار مية بالطريقة العادية خالص. اهم حاجة واحنا بنسيح الشوكولاتة، المية اللي تحت البولة ما تبقاش بتغلي جامد، وموطين عليها النار خالص عشان الشوكولاتة بتاعتنا ما تخرجش مننا وتبوظ. وبمجرد ما نلاقيها بدأت تسيح هنرفعها من على النار ونقلب فيها لحد ما كلها تسيح مع بعض. ودلوقتي هنكمل حشو طبقات الكيك بتاعنا بالكريمة. هحاول اظبط الكريمة كويس جدا كده بالسباتولا بتاعتي. وهنا تاني حشوة استخدمتها في الكيك من جوه، كان عندي شوية نوتيلا سيحتهم كده على بخار مية. طبعا ده البديل بتاع النوتيلا، استخدمت ماركة سما عاملة نوتيلا جميلة جدا. طبعا كل الصوصات اللي مستخدماها في الكيك النهاردة بدايل، في شوية شركات مصرية منزلة حاجات جامدة صراحة، واحنا طبعا لازم نشجع منتجات بلدنا. وهنا هبدأ احط الكريمة بتاعت اخر طبقة كيك معايا. الكيك ده عمل معايا 5 طبقات، يعني نص كيلو دقيق سبونج عمل لي ما شاء الله كيكة جميلة جدا. 5 طبقات عالية، مش صغيرة، ممكن تكفي 10 افراد مستريح جدا. وهنا هستخدم في اخر حشو عندي، كان عندي زبدة لوتس. طبعا هي بتيجي خام، انا خففتها ب4 معالق زيت لحد ما وصلت للقوام ده، عشان اقدر طبعا افردها بسهولة على الكيك. ودلوقتي هضيف طبقة كريمة خفيفة كده.
طبقة نظافة مش اكتر، يعني اغطي بيها اي زوائد طالعة من الكيك عشان تداري اي حاجة مش محببة. وطبعا عشان اوقات الكيك بتوقع كده زي فتافيت، فطبقة الكريمة دي بتغطيها عشان لما اجي افرد الطبقة الاخيرة ما تضايقنيش ويبقى شكلها مش حلو. هجلس طبقة الكريمة طبعا كويس جدا، هحاول اخليها تبقى ملسة على قد ما اقدر، وادخلها التلاجة لحد ما تمسك نفسها شوية عشان اقدر افرد عليها طبقة الكريمة الاخيرة كده بسهولة. طبعا طبقة الكريمة الاخيرة دي احاول على قد ما اقدر اخليها مفروضة كويس جدا. وطبعا بفرد الكريمة بالاسباتيولا كده من بره لجوه مش العكس، واحاول على قد ما اقدر اكمل بالطريقة دي لحد ما ياخد شكل مظبوط شوية. مش لازم يكون مثالي قوي لان انا كده كده هغطيه بصوصات من فوق. وجبت السكرابر المشرشر اللي عندي ده واديتها شكل كده بيه من الجناب، بيدي منظر حلو كده للكيك. وانا طبعا هنا لان هعمل الفور سيزون، فهحاول اقسم كده الكيك بتاعي من فوق بالكريمة 4 مثلثات متساويين على قد ما اقدر. وحطيت الصوصات بتاعتي في كيس حلواني كده وخرمت خرم صغير طبعا عشان اقدر اتحكم في كمية الصوصات اللي بنزلها. وهبدأ اكمل بالطريقة دي كده لحد ما اخلص التزيين معايا. تزيين الكيك ده طبعا بيبقى اذواق، كل واحد بقى والتاتش بتاعه ولمسته. انا زينت الكيك بتاعي من فوق باربع صوصات، صوص منهم شوكولاتة دارك خام مسيحاها على بخار مية، والصوص التاني لوتس مخففاه باربع معالق زيت، وصوص النوتيلا مسيحاه برضو على بخار مية، والصوص الاخير صوص كراميل حطيته كده وفردته في الاخر بالسباتيولا. وده كده شكل الكيك بعد ما حطيت عليه الصوصات. هبدأ احط كده وردات بالكريمة تحت كده بتدي منظر جمالي حلو. وانا كان عندي شوية حاجات محضراهم كده للتزيين من فوق. كان عندي بارات شوكولاتة عاملاها اشكال كده، وجيت هنا على صوص اللوتس حطيت بسكوتة روتوس كده، وعلى الصوص بتاع الشوكولاتة الدارك ضفت بسكوتة اوريو كده طبعا البديل. ودي بارات الشوكولاتة اللي انا كنت محضراها من قبل كده في الفريزر. وبكده نكون خلصنا وصفتنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير. باي باي.